السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة، وحشتوني جدا. أتمنى إن انتوا تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا، وكل الناس كانت بتقع فيه. أنا ذات نفسي وقعت فيه في الأول. أي حد لسه داخل اليوتيوب في المجمل بيخش يقع في النقطة دي. يقعد يقول لك برنامج التيوب ماين، وإن التيوب ماين هيزود لك مشتركين، وإلخ بلا 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 بلا. تمام. انت طبعا مش هتستفاد اي حاجة من الموضوع ده، غير ان انت هتضيع نت في الفاضي وهتضيع وقت في الفاضي. لان اليوتيوب بيتبع سياسات. في حاجة اسمها محتوى زائف، ان انت مثلا لما تيجي تتبادل مع واحد، اللي هو تقول له شاهد لي دقيقتين وشاهد لك دقيقتين، الكلام ده اكبر غلط. وده ممكن هيفضل يمسح لك مشتركين ويمسح المشاهدات ويمسح كل حاجة. لو انت مثلا بتتبادل مع واحد بنفس الحساب في نفس الجهاز، اليوتيوب عنده روبوتات يعني او سيرفرات بتعرف ان انت نفس الاي بي بتاع الجهاز عندك بيبقى شغال عليه، فبيضطر يمسح الحاجات دي. يعني انا مثلا هوري لك حاجه مثلا بخصوص ان النهارده هتكلم عن التيوب ماين. تمام. انا هوريك حاجه بخصوص التيوب ماين ده، برضو انا وقعت فيها في الاول وعانيت فيها برضو، وضيعت نت بالهبل، وكنت بفتح في برنامج اندرويد على الكمبيوتر كده كذا حاجة جنب بعض عشان اجيب كوينز، وموال طويل يعني. مهم لحد ما استنتج. هنا مثلا انا هوريك ان اليوتيوب بيقدر يعمل ايه او بيفهم الموضوع ده ازاي. ففي البداية بس كلنا نصلي على النبي، ويلا بينا نبتدي الدرس. دلوقتي يا جماعة أنا فتحت نظام الأندرويد اللي أنا عامله على الكمبيوتر. تمام. وهشرح لكم برضو إزاي تقدر تفتح أحسن برنامج محاكي للأندرويد على الكمبيوتر، وإزاي تقدر تفتح واتس وكل حاجة كأنك ماسك موبايل بالظبط من على الكمبيوتر. تمام. هنا أدي أهو برنامج التيوب ماين. تمام. هو أنا عشان دخلت بالإيميل خلاص، هو أنت كل اللي بتعمله أنت بتعمل ساين إن مثلا بأي إيميل جوجل موجود عندك على الجهاز. تمام. هي ده شكل البرنامج. انت بتخش هنا مثلا، في ناس كانت تقعد تقول لك في ثغرة ومش عارف ايه، انت تسيبها بقى وتمنع الاعلانات، ودي تفضل شغالة اوتوماتيك بقى بال12 ساعة مثلا، وتفتح اكتر من تاب في وقت واحد من برنامج بتاع اندرويد يعني. بس الموضوع ده ملوش اي لازمة، يعني هو طريقته زي ما قلت لك اللي انت بتشوف زي كده. ماشي. وبينزل فيديو عامة لحد اما تخلص بقى التوقيت بتاعه، ويطلع لك الكوينز دي هنا مع الوقت بقى. دي طريقته. لكن هو برنامج ملوش لازمة اصلا يعني. تمام. وانت مثلا عايز تعمل حملة بقى، حملة مشتركين مثلا، دي لو عايز فيوهات ودي لو عايز مشتركين. بس ما انصحكش ان انت تجربنا. طبعا بتحط الايميل بتاعك وكده من بتاع الفيديو، بتخصص الحاجة ده كرتون ولا تعليم ولا كورة ولا ايه. بس هو ده كل، بس انا بشرح البرنامج بشكل عام يعني عشان برضو تبقى فاهم الفكرة ماشية ازاي. تمام. هو بقى انت ايه لما بتخلص كل ده؟ طبعا هو ملهوش اي لازمة، اليوتيوب بيعتبره وهمي. فاليوتيوب ماشي بمستوى ان انت المحتوى بتاعك زائف، يعني مفيش متفاعلين. اليوتيوب عايز ان هو حد مثلا داخل مقتنع بالمحتوى او مدور على الفيديو ظهر له في القائمة بتاعة الاقتراحات بتاعة الفيديوهات اللي في الجنب دي، حاجات زي كده. تمام. فانا برضو هقول لك ايه احسن طريقة ان انت ممكن تعملها ان انت تجيب بيها مشتركين. انا شرحت في فيديو قبل كده ان انت ازاي تجيب مشاهدات. تمام. والطريقة دي حاليا اليوتيوب بيعتبرها وهمية برضو، لأن أنت لو بتفتح حاجة زي ما قلت لك من نفس الجهاز، فاليوتيوب بيعرف إنها نفس الأي بي فبيعتبره وهمي، فهو بيعوز حاجة واحدة بس. فهقول لك برضو إزاي تجيب مشاهدات تاني، وإزاي تجيب مشتركين بقى، بس مشتركين متمسحوش بعيدا عن التبادل والشغل ده. وأشرح فيديو برضو الخطر بتاع التبادل بتاع الاشتراكات، إن هو ممكن يوقف لك القناة، ومهما توصل برضو يعني مش هتلاقي مشتركين عندك في القناة أصلا. تمام. فانا الدرس الجاي ان شاء الله هوريكم تبادل الاشتراكات، بس انصح كل الناس ما تستخدمش التيوب ماين، لان برنامج التيوب ماين ده فيك. تمام. واليوتيوب بيعتبره محتوى زائف، وهوري لك صورة دلوقتي بعتبر محتوى زائف ليه. ده زي ما قلت لكم سياسات التفاعلية الزائفة، ده اللي بحكي لكم فيه ان انت ازاي يعني اليوتيوب عايز مشتركين من جوه البرنامج، مش عايز ان انت تجيب مثلا من حاجه بره او اي حاجه. ومن جوه بقى اليوتيوب ذات نفسه ان يكون المشترك عندك ده يكون مقتنع بالمحتوى اللي انت بتقدمه، يعني يكون واصل له عن اقتناع. هو اليوتيوب بحسبها ازاي؟ ان هو لازم يخش مثلا، ما يخشش مباشر على لينك القناه،
مثلا يفعل لك زر الجرس، الشغل ده يتفرج على الاقل دقيقه ونص، حاجه زي كده في الرينج ده، عشان ما اعتبرش محتوى زائف. لان زي ما انت شايف هو بيقول لك لا يسمح على يوتيوب باي نشاط يهدف الى زياده عدد المشاهدين او المعجبين والتعليقات. يعني بمعنى ان ممكن تلاقي حد ان انت بتقول له اعمل لي كومنت، هو يكتب لك ما شاء الله بالتوفيق هايل، مش الشغل ده برضو ما ينفعش. انت مثلا الشغل ده فيه بيبقى حاجه اسمها تعليقات محظوره، انت ممكن مثلا برضو وانت لسه جاي تفعل الربح في قناتك، انا اليوتيوب قفل لي قناتي برضو، ما فعلش فيها الربح بسبب التعليقات. يقول لك انا مثلا انا شاهدت لك دقيقتين، يا ريت تشترك في قناتي وحط اللينك بتاع قناته في كومنت. تمام، فده اليوتيوب بعتبره تعليقات محظوره برضو. وفي فيديو برضه اقول لك ازاي بتشيل التعليقات المحظوره دي ان شاء الله في اللي جاي. فهو بيقول لك اليوتيوب سواء كان ذلك باستخدام انظمه مبرمجه او بعرض فيديوهات امام المشاهدين بدون رغبتهم، ده زي التيوب ماين ده اللي بحكي لك فيه، لانه برنامج متبرمج طبعا، وانت تتفرج على الفيديوهات عشان تاخد كوينز وبعد كده تجيب بقى مشتركين. بيقول لك لا يسمح بنشر المحتوى الذي يهدف فقط الى حث المشاهدين بغير زيادة عدد المشاهدين او المعجبين او التعليقات وغير ذلك. فلازم اللي يكون داخل ده يكون داخل على اقتناع. فبص زي ما انت شايف هو بيقول لك ستتم ازالة المحتوى من يوتيوب واغلاق القنوات التي لا تتبع هذه السياسة. فانت خد بالك في حوار التبادل ده في الاول، وبالذات برنامج التيوب ماين. حوار التبادل ده هيبقى نفس الفكرة برضو، هشرح ازاي ان انت تجيب مشتركين والحاجات ما تتمسحش وكله تمام. بس خد بالك من النقطة دي اهمها تيوب ماين، عشان برضه ما تخشش تتحط في السكة، عشان انا دخلت برضه في البداية حصل معايا نفس الكلام. او بص بقول لك لو قدمت واحد تاني ان هو يروج للقناة بتاعتك، ممكن ان هو برضه ايه يعمل نفس الحوار ويشيل او يغلق القناة. فخد بالك برضه من اللي انت بتعمله، عشان انت اي غلطة اصلا ممكن يوتيوب يقفل لك قناتك حتى بعد ما تفعل الربح. ممكن تتلاقي في وقت كده القناة الواحدة اتقفلت وما تعرفش ترجعها اصلا، خلاص اليوتيوب قفلها كلها. فأتمنى النهاردة يكون الدرس عجبكم، وآسف لو طولت عليكم. وإن شاء الله الدرس الجديد يعني هشرح ازاي بقى عن التبادل أصلا، اللي هو التبادل بتاع جروبات الفيس وكده، وهيبقى نفس الفكرة دي برضو، وإن أنت ازاي تقدر تجيب بقى ايه مشتركين، بس المشتركين دول ما يتمسحوش بطريقة سليمة 100%. تمام. فياريت برضو أتمنى لو يعني لسه لو جاي تشوفني أول مرة، ياريت ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان ان شاء الله ده بيدعمني ويطورني ان انا انزل حاجات احسن، وبرضه دي حاجات تفيدك وتفيدني، وعشان نعلي المحتوى بتاعنا. وان شاء الله يعني المرة الجاية يكون في درس احسن يعني، واشوفكم في درس جديد ان شاء الله.